السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم ريم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم بطبوط اللي معمر بالبصله والفلفله، وعندي راس الحانوت والشونيه وكذلك زيت الزيتون. اول حاجه اللي غنبدا بها هي غادا نهاشي هاد المكونات، هاد الخضر اللي عندي، الفلفله والبصله. صراحه هاد البطبوط كيجي رائع هكذا في البرد، راح تيكون سخون. ديروا هكا الكسكروط مع اتاي. صراحه انا دقت عند واحد الناس وعجباتني، صافي وليت ديما تندير هاد البطبوط هذا اللي على هكا عرب البصله والفلفله، والمكون الرئيسي فيه هو البصله وراس الحانوت. هاد الفلفله كتبقى اختياريه، يمكن لكم تضيفوها يمكن لكم تستغنوا عليها. صافي هنا هنا ما نخليوش هاد المكونات حتى يعني ما نطحنوش بزاف، غادي غير نهاشيهم هكا رقاق، اولا يمكن لكم تقطعوهم بيديكم، يعني البصله تشرملوها تشلضوها كيف كنقولوا. وكذلك تضيفوا الربيع، اذا عندكم الربيع ما مقطعش حتى هو يعني ديروا يتهاشى مع هاد الخضر. انا هنا عندي بالنسبه للربيع اللي هو القزبر والمعدنوس نديرهم مقطعين، وعندي محتفظه بهم في المجمد هكذا باش كيكونوا طريين. من الافضل ديروهم هما يعني طريين جداد، كتكون باقا فيهم ديك الريحه اللي مجهده. صافي هنا غادا ندوز باش غادا نطحن هاد المكونات. كيف قلت لكم ما غاديش نطحنوهم مزيان، يعني شو انا تنضرب وتنحبس هكذا باش ما يطحنش ليا هاد الخضر، ما بغيتش باش يجيو ما يطلقوش الماء ديالهم. شفتوا هنا نزيدهم شويه صافي، مابقاش يبقى فيه الماء، حيت ما غاداش نطيبهم، غادا نخليهم هكا باش هاد البصله تبقى بالفوائد ديالها على هاد الشكل هكذا في البطبوط. غادي يجيونا عير مصهدين، بحال عير مصهدين، يعني كتعرفوا البصله الحمراء فاش تكون مصهده كتكون يعني مزيانه، كتحيد السخفه وبزاف د الحوايج. هنا غادا نضيف المكونات اللي ذكرت معكم. عندي هنايا راس الحانوت، غنضيف هنا واحد المعلقه ديال راس الحانوت. بالنسبه هنا للكميه ديروا الكميه اللي نتوما بغيتو. وهنا كذلك عندي الشونيه، غادا نضيف الشونيه، وغادا نضيف الملح، ما نساوش الملح، غنضيف كذلك الملح. هنا الا بغيتو تضيفوا المكونات الاخرين ضيفوهم، ولا بغيتو تستغناو عليهم. وكذلك المكون الاساسي اللي هو زيت الزيتون، يعني غنضيف واحد الكميه اللي هي كبيره ديال زيت الزيتون. انا هنا الشونيه ما ضفتش الشونيه دابا حيت غادا نقص واحد الكميه هكذا اللي ما تيبغيش الحار، عاد باش غادا نضيف الشونيه. صراحه هو كيجي يعني كديروا فيه الشونيه كثيره كيجي رائع. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحار، راه هذا البطبوط كيجي غزال بهاد كنقولوا حنا الشونيه او هاد الفلفله الحاره. غادا نخلط لهم هاد المكونات. كذلك انا غادا نضيف معلقه ديال القزبر والمعدنوس، وغادا نضيف هنايا الخرقوم عرق اللي تيبقى هكذا اختياري، يمكن لكم تستغناو عليه، انا غنضيفو غير باش يعطيني شويه اللون. حيت بالنسبه لهاد راس الحانوت راه حتى هما فيهم يعني فيهم هاد الخرقوم عرق مطحون. غنخلط هاد المكونات مزيان وغنقص منهم كميه ونضيف الشونيه. هنا نقصت واحد الكميه وغادا نضيف الشونيه. بطبيعه الحال راك عارفين بان هاد الفلفل الحاره راه كتكون مجهده، هذه اللي كتكون هكا غبره راه كتكون مجهده، ماشي بحال الهريسه اللي كتكون مطحونه. المهم انا غادا نضيف هاد الكميه، الله يجعل البركه. هكذا ندوز باش انا بالنسبه للعجينه هنا راني عجنتها، يعني ما شاركش معكم العجينه راها عاديه ديال البطبوط. هنا بالنسبه للعجينه هي راني عجناها، يعني هي بدات كتخمر، غندوز دابا باش نقرصها. بالنسبه لهنا للعجينه درت دقيق الفورص، ودرت هنايا الدقيق تاع الفارينه يعني ماشي الفورص، هذا فارينه مطحونه ومغربله. درت شويه من الفورص وشويه من الفارينه وشويه من القمح سبيسيال، يعني خلطتهم بثلاثه صافي، ومعلقه ديال الخميره الفوريه
والملح حسب الذوق. هنا بغيتو ديروا شويه السكر ضيفوه، ما بغيتوش ما ديروش. صافي غندوز هنا باش غنبدا نكرس العجينه. غادي نقطعها ونقرصها داكشي مزيان، وخليتها هنايا حتى ارتاحت. هادو انا كنعمر نقرص العجينه ونعمرها، نحط واحد الكميه وكنزيد هنايا الا لاحظتوا كنزيد زيت الزيتون. كيجي غزال هكا هاد البطبوط معمر هكا، وبالاخص يكون هكا كثير فيه زيت الزيتون. شاهدتوا حنا مدرناش فيه الزيت المائده نهائيا. بطبيعه الحال الا ما كنتوفرش راه الا ما كانش عندكم زيت الزيتون راه يمكن لكم ديروا على زيت المائده. هو زيت الزيتون راه صحي، يعني هاد البطبوط ديالنا كيجي صحي 100% هكا بالبصله الحمراء وبراس الحانوت. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل هاد الكميه في التكراس وندوز نخلي العجينه حتى تخمر ونبدا نطيب. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك زي الشهد ونجوم والقمر، يدي على خدك زي النشف ومواج البحار، اجي داويني اجي على العمار. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك زي الشهد ونجوم والقمر، يدي على خدك زي النشف ومواج البحار، اجي داويني. هذا هو البطبوط ديالنا من بعد ما طيبته كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع صراحه ولذيذ ما تشبعوش منه. هانتوما كيجي الخبز ديالنا رطب، البطبوط اللي هو رطب ولذيذ، عرفت واحد الريحه اللي طالعه منه فن الصراحه ولذيذه. بطبيعه الحال هنا ضروري كاس داتاي مع البطبوط. بالنسبه لنا البطبوط غنحل معكم حتى تشوفوا البطبوط كيف كيجي من الداخل. كيجي هكا من الداخل، نتوما راه مازال سخون، يعني ما كيحتاجش بزاف ديال المكونات. وهكذا بطبوط اللي هو مغذي وصحي. نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على لايك والجرس ليصلكم كل جديد. وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. ودمتم في رعايه الله وحفظه.